النهارده هنعمل ايه؟ كشري مصري. انا بصراحه بحب الكشري المصري بصراحه يعني. اديني جبت حله حطيت فيها ميه وحطيت شويه ملح وغليت وحطيت فيها ايه المكرونه. هسيب المكرونه تسيب، ممكن تعملي مكرونه صغيره او معوه، وهتعملي طبعا مكرونه سباكيتي هتقطعيها على 3 قطع. هنشوفها المره الجايه لما اخلص سوا دي، نشوف المره الجايه. نسلق المكرونه بتاعتي. انا عاده ما بحبش احط ايدي فيها بصراحه يعني، ما اعرفش، بس انا ممكن ايه اخليها تتغسل بالشكل ده، احطها تحت الميه كده واقلبها. ادينا بقى جبنا العدس وهنبدا ان احنا نغسله. بعد ما نغسله هنبدا ان احنا نعمل ايه، ننقعه شويه عشان خاطر لو في حاجه تنزل. يعني انا الاول هغسله كده. انا قلت يا جماعه ان انا بشتغل في مطبخ والدتي باقل امكانيات، عشان ما حدش يدي تعليق سلبي لو سمحت. فلازم نبقى عارفين بيوت الستات القديمه بتبقى غير طبعا بيوت الحديثه حاليا. انت كل اللي هتقدري ان انت تعمليه، الشغل بتاعك كله هيبقى في الصلصه. هتقدري تعمليه كله عشان يبقى كشري بتاعك. سلقنا المكرونه الصغيره، مكرونه الاسباجيتي. عايزين بقى نعمل ايه دلوقتي؟ ان احنا نحط المكرونتين في شويه زيت وشويه ملح عشان خاطر تبقى ايه، تحسي كده انها تبقى لسه ايه مروره. عمالين نقلب في المكرونه وهنضيف لها شويه ملح صغيرين. ادينا اهو هنوطي النار عشان المكرونه ما تلزقش، وهنبدا ايه نقلب. بعد كده نطفي عليها ونسيبها ايه تسخن، ونبدا نروح نشوف ايه العدس بتاعنا استوى. هنبدا بقى نضيف فيه حركه حلوه جدا، عشان طبعا الناس اصحاب القولون مش بيستحملوا. قلت له كمون لان معروف ان العدس من البقوليات، معروف ان العدس من ايه، من البقوليات اللي هي بتتعب القولون للاسف. هنبدا ان احنا نحط شويه كمون ونقلبه. طيب هنضيف بعد كده ليمونه، عشان ده ربع كيلو نضيف له ايه ليمونه. عندنا شعريه، عندنا رز. انا عامله كوبايتين رز غسلاهم من بدري ومسيباهم ينشفوا. هعمل عليهم كوبايه شعريه، يبقى هنا كوبايتين رز عليهم كوبايه شعريه، يبقى هحط ال3 ميه. لا، بالنسبه للرز بتاعنا المصري نزود نص كوبايه زياده، عشان لو ما زودناش هنلاقي الرز ايه بيقطم. طبعا الكشري كله بيتعمل بزيت، ما بيتعملش بسمنه. تمام، يلا بقى بينا نروح نكمل نعمل ايه الرز. حله الرز تنشف من الميه، هنضيف لها الزيت عباد الشمس بتاعنا. بعد كده هنبدا نضيف البصل بالكميه اللي انا عايزاها. طبعا انت ممكن تيجي تقولي طب انت محتاجه البصل التاني في ايه، هتعرفوا واحنا بنكمل بقيه الكشري بتاعنا. يلا بينا نكمل نعمل. انت تحطي الكميه اللي انت حابه تحطيها. هنقعد بقى نقلب ايه، نقلب البصل كده لحد ما نلاقي ابتدى ايه يدبل، عشان نضيف الشعريه. ما نلزقش يا جماعه من التقليب، عشان خاطر هي البصله بتاخد شويه. احنا البصله بعد ما بنفرمها لازم نعصرها ونفضيها من الميه اللي فيها. تمام. انا برضو هقول لكم اهي دي يا جماعه ابتدت ايه، بدات تحمر شويه بالتدريج اهو. طبيعي الشعريه بتتحمر بسرعه عن البصل، فمستنيه شويه انها تبدا تخش في انها تتحمر شويه. على فكره ليه انا بحمر البصل قبل الرز؟ لان ده هيدي لون للرز، مش هيبقى رز ابيض ومعاه شعريه، لا هتلاقي لون الرز كده فيه صفران. في ناس كانت بتعمله بايه، يقول لك احنا بناخد ميه العدس ونحطها فين ونحطها على الرز. لا اقول لهم لا، انا اعملها ببصل احسن، ما بحبش ميه العدس بصراحه. ادينا ضفنا الشعريه وهنقعد بقى نقلب لحد ما نلاقي الشعريه ابتدت ايه تتحمر، بس مش يتحرق ولا البصل يتحرق. يلا نقعد بقى لما هي ابتدت تتحمر كده والبصل كمان يتحمر زي ما احنا شايفين. نحط بقى ايه الرز بتاعنا.
هنحاول بقدر الامكان نحط له ميه سخنه ان شاء الله، حتى نحطها من السخان. انا نفسي مش كتير على فكره، عشان محدش يقول لي ده انت حاطه ملح كتير، لا هو مش كتير، هو مناسب. طب هنبدا بقى نحط الايه، الميه. واحد، سامعين كده معناه ان هي شربت الرز، يعني الرز نشف. 3. هنزود نص كوبايه عشان الرز بتاعنا المصري محتاج يتزود عليه نص كوبايه، عشان خاطر ما يبقاش فيه ايه، عقده. يا رب يكون الصوت بتاعي واضح هجيبكم وهوريكم شكله بعد ما الميه تتشرب، وابدا ان انا احطه على ايه، على الشياط. نغطيه بقى. بصوا بقى منظر الرز، سوري، شكله حلو ازاي بعد ما الميه اتشربت. بصوا لونه، بسبب ان انا حمرت البصله. هروح بقى احطه على الشياط عشان يكمل. ده كله الصلصه بتاعتنا. عندنا الطماطم بتاعتنا، التوم، البصل، الخل. يعني ايه، من الاخر احنا هنعمل الدقه بتاعتنا جوه الصلصه، يعني مش هتحتاجي تعملي دقه خارجيه. الحله بتاعتنا وحطينا الزيت بكميه كبيره، حطينا البصل زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا ان احنا ايه، نقلب. بصوا كده انا بقلب الرز التقليبه التانيه عشان يكون خلاص استوى. ده شكل الرز، بصي تحس كده ان هو بني، فده بيبقى طعمه حلو جدا. نروح بقى للايه، البصله بتاعتنا عشان ايه ما تتحرقش. الناس احنا قلنا هنعمل الدقه جوه الصلصه. طب في ناس برضه ممكن تقول لك ينفع نعمل الشطه؟ ينفع، بس ده لو العيله كلها بتحب الشطه، في اطفال ما بيحبوش الشطه. ممكن نعمل شطه زيت بره، جربوها والله زي ما انا بعملها وانتوا شايفينها قصادي كده. هنضيف بقى هنا ايه، نص كوبايه الخل بتاعتي، وسيبها كده ايه، تغلي مع بعضها شويه، وخلوا البيت كله يشم الريحه، بجد تحفه، بجد ريحتها حلوه جدا. انا عندي في البيت بيستنوها. اهو بصوا هي بتغلي اهي مع بعض، والريحه عماله تطلع. هسيبها تغلي شويه بس مش كتير، يعني حاجه بسيطه. انا هفضل معاكم لحد ما ايه، مش هوقف الكاميرا، لحد ما اجي احط الطماطم دلوقتي. وادي عصير الطماطم بتاعي. طبعا انا عندي هنا صلصه تانية لسه هحطها، بس اقول لكم ايه بقى الحاجات اللي بتتحط جوه دي عشان تبقى طعمها حلو. بصوا بقى معايا، اول حاجه حطينا كمون. ليه حطينا كمون؟ عشان الدقه بيبقى محتاجه فيها كمون، بلس ان احنا كمان عاملين توم، ايوه الدقه محتاجه توم. والمفروض ان انت بتيجي تعملي صلصه الكشري، شويه بصل تقليم، هوب يلا حط الطماطم، هوب خلاص خلصت. واحنا قلنا في اول كلامنا ان احنا هنعمل الدقه جوه الصلصه، فعملنا بصل وتوم وخل، فالتوم والخل والكمون بتوع الدقه، ده بقى السر بتاع الصلصه. والله جربيها وما هتندمي. وممكن كمان تحطي معلقتين فلفل، مش كتير عشان لو في اطفال مش هيستحملوا. بس هزودها شويه ميه واسيبها تقعد تتقلب ونغرف ايه بقى الكشري بتاعنا.